أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد هتكلم فيه عن 30 تريكاية في أدوبي إليستريتور. بدون مقدمات يلا بينا نبدأ على طول. أول تريكاية معايا النهاردة هي الريتايب. يعني لو مثلا معايا صورة زي دي كده وفيها الفونت ده، طيب لو أنا عايز أعرف الفونت ده من غير ما أعمل أي حاجة خالص، من غير ما أجيب شبيه ليه، كل اللي أنا هعمله هروح رايح على تايب وبعدين ريتايب. بعد كده هو هيبدأ يبحث تلقائي عن فونت مناسب. هو كده بيبروسيس اهو. اول ما هيبدأ يلاقي الفونت هنقدر ان احنا نستخدم الفونت ده مباشرة. طيب وزي ما احنا ما شايفين كده هو جاب لنا اقرب فونت للفونت اللي موجود في الصورة. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على الفونت ده مرتين بالشكل ده وهيبدأ يتحمل عندي على الجهاز عشان اقدر استخدمه. تمام، وبكده كمان نقدر نعدل دايركت على الصورة ونبدأ إن إحنا نكتب زي ما إحنا عايزين. كل اللي هنعمله إن إحنا هندوس على زرار اسكيب عشان نبدأ نعدل في الفونت. هنا ممكن نقدر نغير لونه، نخليها مثلا أسود. بالشكل ده كده نقدر نكتب أي حاجة عادي خالص في الصورة زي ما إحنا ما شايفين، والفونت خلاص اتحمل عندنا وعرفنا اسمه خلاص اللي هو اسمه يلو تيل. ونيجي للتركاية التانية. لو أنا عندي صورة زي كده للوجو مثلا وعايز أحولها لفيكتور، كل اللي أنا هعمله هدوس على Image Trace من هنا كده. طبعا بنتكلم عن الناس اللي عندها إصدار 2024. لو أنت شغال على إصدار قديم هتعمل حاجة بسيطة جدا، هتروح على ويندو وبعدين هتيجي على خانة البروبرتيز وبعدين هتيجي تحت كده هتلاقي كلمة Image Trace وهتدوس عليها بالشكل ده عادي خالص. عايزينها ديفولت زي ما احنا ما شايفين كده اللوجو اتحول معانا لفيكتور. نقدر ان احنا نكبر ونيجي للتركاية رقم 3 وهي الريكالر. لو مثلا عندي سبجكت زي ده كده وعايز اغير الالوان بتاعته، كل اللي انا هعمله ان انا هدوس عليه كده. لو طبعا عندنا اصدار 2024 هنلاقيه ظاهر لنا الريكالر في الكونتكتشوال بار من هنا كده. طيب ولو عندنا إصدار قديم يبقى هنروح على Edit وبعدين Edit Colors وبعدين Recolor Artwork. بعد كده نقدر نعدل عادي جدا عن طريق إننا نسحب بالشكل ده كده. هنلاقي الألوان بدأت تتغير معانا بالشكل ده وقدرنا نعمل ريكالر بكل بساطة للسبجكت اللي قدامنا. ونيجي بعد كده للتركاية رقم 4 وهي الديفايد. لو انا مثلا عندي شكل زي ده كده زي حرف التي ده كده وعايز اقسمه نصين بشكل معين، هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هروح على البين تول بالشكل ده وابدا ان انا ارسم لاين بالشكل ده. بعدين هروح على الستروك واخليه يبقى عبارة عن خط بالشكل ده. بعدين هحدد الشكلين دول مع بعض وبعدين هروح على الباث فايندر من هنا كده، ولو مش ظاهرة عندنا هنا هنلاقيها ويندو وبعدين باث فايندر بالشكل ده. بعد كده هدوس على الديفايد، بعد كده هدوس على الشيب وبعدين كليك يمين وبعدين ان جروب، وبعد كده اقدر ان انا احرك حرف التي ده لجزئين بالشكل ده وابدأ كمان ممكن ان انا اغير لونه بالشكل ده كده. ونيجي للتركاية رقم 5. لو عايز أزود المسافات أو السبيسنج ما بين كل حرف والتاني، أعمل ده إزاي من غير ما أجي للقايمة من هنا بالشكل ده؟ لا، ممكن أعمل ده عادي جدا عن طريق إن أنا بدوس Alt، بحدد النص كده وبعدين بدوس Alt وبعدين بدوس على الأسهم في اليمين أو في الشمال بالشكل ده وابدأ إن أنا أوسع ما بين الحروف
ولو عايز افصل ما بين السطور كمان او اوسع المساحة ما بين كل سطر والتاني، بفضل برضو دايس الت بالشكل ده وبدوس على الاسهم فوق وتحت. تمام، بالشكل ده. ونيجي دلوقتي للميزة رقم 6. لو أنا عندي تكست بالشكل ده وعندي أخطاء مثلا بالشكل ده كده، يعني دي مثلا كلمة هاو في هنا W زيادة، أو أيا كان كلمة تانية عايز إن هو يعدل لي الأخطاء الإملائية دي تلقائي، بعمل إيه؟ كل اللي أنا بعمله بروح على Edit وبعدين بروح على السبيلنج وبعدين بعمل Auto Spell Check. بالشكل ده هو طلع لي الأخطاء. طيب لو عايز بقى هو كمان يعمل كوريكت او يصلح هو الاخطاء دي، بروح على الكلمه بالشكل ده وبدوس كليك يمين وبلاقيه مطلع لي الكلمه الصح بالشكل ده كده. بختارها بالشكل ده من غير ما راجع اي حاجه خالص. ده بالنسبه للتركايه رقم 6 الخاصه بالاخطاء الاملائيه. ونيجي دلوقتي للتركايه رقم 7 وهي السموز. كل اللي انا هعمله لو عندي لاين بالشكل ده كده وعايز ان انا اخلي الحواف تكون سموز او تكون ناعمة مثلا مش حادة بالشكل ده، كل اللي انا هعمله هروح على Object وبعدين هروح على Path وبعدين هروح على Smooth. هيظهر لي السلايدر بالشكل ده كده، وبعد كده بحرك السلايدر بالشكل ده، وزي ما احنا ما شايفين الحواف كلها اللي كانت حادة أصبحت معانا سموز جدا زي ما احنا ما شايفين. ونيجي دلوقتي للتركاية رقم 8. لو عايز دلوقتي ان انا اخلي التكست اللي قدامي ده ياخد نفس الشيب بتاع الشيب ده كده، كل اللي انا هعمله ان انا هحدد الاتنين مع بعض بالشكل ده، وبعد كده هروح على Object وبعدين هنزل على Envelope Distort وبعدين هختار Make with Top Object عشان يطلع لي بالشكل ده. ونيجي دلوقتي للتركاية رقم 9. لو أنا عايز أنسخ النص ده بطريقة سهلة جدا، كل اللي أنا هعمله هدوس على Alt وزي ما احنا ما شايفين كده ظهر لنا سهم تاني صغير ورا السهم الأولاني وبعدين بسحب بالشكل ده. التركاية رقم 10. لو أنا عايز أكرر أي شيب أو أي تكست بمسافات متساوية بينه وبين بعضه، كل اللي بعمله إن أنا بدوس Alt بالشكل ده وببدأ إن أنا أنسخ التكست بالشكل ده، وبعد كده كل اللي هعمله إن أنا هدوس على كنترول دي عشان يطلع لي بالشكل ده زي ما أنا ما عايز. نيجي دلوقتي للتركاية رقم 11. لو عندي تكست بالشكل ده وعايز ان انا اكبر حرف واحد واصغر حرف واحد او اشيل حرف او اعمل اي حاجة او اكبر الدوت اللي على الاي دي كده، كل اللي انا هعمله ان انا هدوس كنترول شيفت او عشان يعمل لي اوتلاين بالشكل ده، وبعد كده بروح عامل ان جروب بالشكل ده، وبعدين ببدأ ان انا احرك اي حرف اكبر اصغر اشيل خالص، واقدر ان انا اتحكم في الحروف كلها بالشكل ده. التركاية رقم 12 هي اني لو عايز اعمل اوتلاين زي ما قلنا في الميزة اللي قبل دي، بنعمل كنترول شيفت او وبعد كده بعمل ان جروب، وبعد كده بقدر ان انا اخد اي ايتم او اي حرف من الحروف اللي قدامنا دي كده وابدا ان انا اتحكم فيه. طيب لو انا عايز مثلا اتحكم في اي حاجه من الحروف دي، بعمل ايه؟ بروح مثلا على الدايركت سيلكشن تول وبعدين بروح مثلا على اليو بالشكل ده وبحدد مثلا الانكر بوينت دي كده وبعدين برفعها بالشكل ده او انزلها بالشكل ده. نيجي دلوقتي للتركاية رقم 13. لو عندي تي شيرت بالشكل ده وعندي شيب بالشكل ده وعايز انه يبقى يتعمل موكب، يعني من غير ما اعمل اي حاجة خالص، التكست يدخل جوه التي شيرت واقدر ان انا اتحكم فيه واحركه زي ما انا عايز ويبان ان هو نورمال عادي وطبيعي جدا. بعمل ده ازاي؟ بحدد الاتنين دول مع بعض كده. طبعا هي الميزة دي موجودة في اصدار 2024 بس.
بحدد الاتنين مع بعض كده، وبعدين بروح رايح على ويندو، وبعدين بروح رايح على الموك اب بالشكل ده، وبدوس على كلمة موك اب كده. بيبدأ ان هو يدخل لي الفيكتور او التكست جوه التيشيرت على طول، وبقدر ان انا اتحكم فيه بكل سهولة بالشكل ده كده. طبعا زي ما احنا ما شايفين التكست او الفيكتور بيتحرك جوه التيشيرت فقط، وكمان بيتماشى مع التكسير اللي في التيشيرت او الثنايا اللي في التيشيرت بالشكل ده. نيجي للميزة رقم 14 وهي التايب اون باث تول. هروح على البنسل وهرسم باث بالشكل ده كده، بعدين هروح رايح على التايب اون باث تول، وبعدين هروح هنا كده وابدأ ان انا اكتب عشان التكست ياخد نفس شكل الباث بالشكل ده زي ما احنا ما شايفين كده. نيجي للتركاية رقم 15. لو عندي دايرة بالشكل ده وعايز اشيل منها جزء بس بالتساوي، هلاقي عندي هنا في الجنب الدوت دي. كل اللي انا بعمله ان انا بدوس عليها وبسحب بالشكل ده علشان يطلع معايا القص او الشكل نفسه متساوي. التركاية رقم 16 وهي الميرور. لو انا عندي شكل بالطريقة دي كده وعايز اعمل شكل تاني جنبه، وكل حاجة اعملها في الشكل ده تطبق على الشكل اللي جنبه، اعملها من خلال خاصية الميرور. ودي بروح على Object، وبعدين بروح على Repeat، وبعدين بروح على Mirror بالشكل ده، وبيعمل لي خط كده فاصل بين التو شيبس او الشكلين بالشكل ده. مثلا لو عايز اعدل في الحواف هنا كده بالشكل ده، هلاقيه بيتعدل معايا الناحية التانية. لو جيت مثلا ورسمت دايرة صغيرة هنا كده، هلاقيه برضو في نفس الوقت رسم لي نفس الدايرة في الشيب التاني بالشكل ده. اي حاجة ممكن ارسمها او اي حاجة هعملها هتتكرر عندي في الشكل التاني زي ما احنا ما شايفين قدامنا دلوقتي. نيجي دلوقتي للتركاية رقم 17 وهي البلند. لو عايز اعمل بلند للتو شيبس دول كده، كل اللي انا هعمله ان انا هروح على البلند، وبعدين هدوس على الشيب ده، وبعدين على الشيب التاني عشان يحصل بلند بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ولو عايز اغير اي حاجة في البلند، كل اللي انا بعمله ان انا بدوس Alt وبعدين بدوس على الشيب بالشكل ده عشان يطلع لي الاعدادات دي كده. عندي سموث كولر ممكن اخليها لستيبس او ديستانس بالشكل ده، ممكن اخليها ستيبس، ممكن اقلل الستيبس او ازودها. طبعا انا بستخدم السكرولنج رول او البكره كده بتاعت الماوس علشان يظهر معايا بالشكل ده. ونيجي دلوقتي للتركاية رقم 18 وهي الاي دروب تول. لو عايز اخلي التكست اللي تحت ده ياخد نفس ستايل التكست اللي فوق، كل اللي انا هعمله هروح على الاي دروب تول بالشكل ده، وبعدين هختار التكست اللي فوق عشان يطلع معايا بالشكل ده. طبعا الحروف هنا كلها سمول. لو عايز اخليها كلها upper cases زي فوق كده، هروح على تايب وبعدين change case، وبعدين هختار upper case عشان يخلي لي كل الحروف تبقى كابيتال بالشكل ده. التركاية رقم 20 وهي الكابس. لو انا عندي شيب بالشكل ده كده، زي ما احنا ما شايفين الاطراف كلها حادة بالشكل ده. لو انا عايز اخلي الاطراف دي ما تكونش حادة، كل اللي انا هعمله هروح على البروبرتيز، وبعدين هروح على الستروك، بعدين هروح على الكاب وهعملها بالشكل ده عشان تظهر معايا كده بالشكل ده. كمان لو عايز اللاين ده يظهر على شكل دوتس او نقط، هروح على العلامة دي وهعلم عليها كده اللي هي داش لاين عشان يظهر معايا بالشكل ده. التركاية رقم 21 الكليبين ماسك.
لو عايز اعمل كليب ماسك او اعمل شيب ادخل جواه الصورة دي واكبر واتحكم في الصورة، بس لازم تبقى جوه الشيب ده وما تخرجش براه. اعمل ده ازاي؟ هروح على الريكتانجل تول كده وهبدأ ان انا ارسم ريكتانجل على الصورة بالشكل ده. طبعا هغيرها اخليها فيل، شيل الستروك خالص. بعد كده هحدد الشكلين بالشكل ده كده. طبعا عندي هنا الشيب مش جاي على الصورة بشكل كامل بالشكل ده كده، وبعدين هدوس كليك يمين وبعدين هدوس ميك كليبين ماسك بالشكل ده. طيب لو انا عايز اكبر الصورة بقى اللي جوه الشيب اعمل ايه؟ هدوس دبل كليك بالشكل ده كده وهبدأ ان انا اكبر الصورة او اصغرها زي ما انا عايز، وكل ده وهي جوه الشيب مش هتطلع بره. التركاية رقم 22، لو عندي صورة زي دي كده وعايز ان انا اعدلها على الفوتوشوب، كل اللي انا هعمله هروح على البروبرتيز وبعدين هروح على كلمة لينكد فايل اللي فوق دي كده، وبعدين هلاقي عندي هنا edit in photoshop. هدوس عليها هيفتح لي برنامج ادوبي فوتوشوب واقدر ان انا اعدل على الصورة دي، والتعديل اللي اعمله هناك يظهر هنا بعد طبعا ما احفظ الصورة او التعديل اللي هعمله على الفوتوشوب. التركاية رقم 23 وهي النايف تول. النايف تول لو احنا عارفينها لما بنيجي نرسم او نيجي نستخدمها بتبقى معانا بالشكل ده، ما بتظهرش في خط مستقيم. طيب لو انا عايزها تبقى بشكل مستقيم، كل اللي انا هعمله هدوس الت وهسحب بالشكل ده كده عشان يديني خط مستقيم بالشكل ده، واقدر ان انا اقسم الشيب بالشكل ده او بشكل مستقيم زي ما احنا ما شايفين كده. التركاية رقم 24 وهي الستار. لو عايز ارسم ستار بس باطراف اكتر من ما هي موجودة قدامي كده، كل اللي انا بعمله بدوس على السهم اللي فوق عشان يزود لي الاطراف بالشكل ده، او السهم اللي تحت عشان اقللها. التركاية رقم 25 وهي الشيب بيلدر تول. لو انا جبت الشيب بيلدر تول بالشكل ده كده وعايز اجمع كل الاشكال دي مع بعض في شكل واحد او اعمل ما بينهم كومباين، يعني هعمل ايه؟ همشي عليهم بالشكل ده كده عشان يظهروا لي زي ما احنا ما شايفين كده. ممكن نشيل الشيب اللي في النص ده عادي جدا. طيب لو انا عايز اشيل حاجات مش عايز ادمج، لو عايز اشيل اطراف معينه مثلا من الصوره، كل اللي انا هعمله ان انا هدوس الت وهسحب بالشكل ده كده عشان اعمل الشيب اللي قدامكم ده. التركاية رقم 26 وهي التولز. طبعا كل التولز لما بتفتح الستريتور مش كل التولز بتبقى ظاهرة لك هنا، طبعا دي جزء من كل. ولو عايز تظهر كل التولز الباقية هتدوس على الثلاث نقط اللي في الجنب هنا كده عشان تلاقي كل التولز اللي مخفية قدامنا هنا دي. ولو انت مثلا في تول من دول هتستخدمها على طول، ممكن عادي ان انت تحركها هنا بالشكل ده او تدخلها جوه شيب او تدخلها جوه تول بالشكل ده كده. التركاية رقم 27 وهي البراشز. لو انا دلوقتي جبت البرش بالطريقة دي كده وجربت ان انا ارسم لاين بالشكل ده كده وعايز ان انا اغير الستايل بتاع الفرشة، كل اللي انا هعمله ان انا هروح على ويندو وبعدين هجيب البراشز وبعدين هختار اللاين اللي انا رسمته هنا، واقدر عادي ان انا اختار اي شكل من الاشكال اللي قدامنا دي او الستايلز بتاعت الفرش اللي قدامنا دي. كمان في اقدر اجيب فرش تانية او في مجموعات تانية غير اللي قدامنا دول، بنجيبهم عن طريق ان احنا بندوس على الثلاث شرط اللي هنا وبعد كده بروح على Open Brush Library وبعدين بروح على اي مجموعة من المجموعات اللي هنا دي وبختار المجموعة اللي انا عايزها، وبلاقي طبعا البراشز او الفرش الخاصة بالمجموعة، واقدر عادي ان انا اتنقل ما بينهم زي ما احنا ما شايفين كده. التركاية رقم 28 وهي الباث فايندر. لو عايز ان انا ادمج الثلاث دوائر دول مع بعض في شكل واحد، كل اللي انا هعمله ان انا هحددهم بالشكل ده وبعدين هروح على ويندو وهختار الباث فايندر، وبعد كده اقدر ان انا
اعمل ميرج او ادمجهم كلهم مع بعض بالشكل ده. التركاية رقم 29، وهي ان لو عندي تكست بالشكل ده كده وعندي بعض الكلمات جنبها شرطة او داش بالشكل ده كده ومكملة معانا في السطر التاني وانا مش عايزها تظهر بالشكل ده، كل اللي انا هعمله هروح على الباراجراف وبعدين هدوس على كلمة هايبنيت اللي موجودة هنا تحت دي واشيل العلامة دي من عليها عشان تختفي معايا كل الداشز والشرط اللي كانت موجودة هنا. وكمان من الباراجراف بقدر ان انا اتحكم في شكل التكست يظهر ازاي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. التركاية رقم 30 والأخيرة وهي الكالر جايد. هروح على ويندو وبعدين هجيب كالر جايد. بعد كده بلاقي عندي اللون اللي أنا محدده بالشكل ده ظاهر فوق كده، فبضغط عليه عشان يظهر لي كل التنتات أو التنتس بتاعت نفس اللون. وببدأ بعد كده إن أنا أحدد عادي جدا الألوان من الأغمق للأفتح زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده كده. اقدر ان انا احدد كل التنتس او كل الالوان بتاعه اللون اللي انا حددته في الاول من الاغمق للافتح. بس كده، وده كان الدرس بتاعنا النهارده وهو 30 تريكايه في الالستريتور. طبعا ما ننساش اللايك والشير عشان ده بيساعدني ان انا اكمل. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي.